أحد الجواسيس الإيرانيين كان أفغانيا يحمل درجة الماجستير في الفيزياء النووية. تعرفون أين كان يعمل ويتجسس على إيران؟ كان في مطعم مندي أو بخاري، واختير له مدينة سكنية من مدن الحرس الوطني. كثير من الناس يقول وش يبغى يحصل من التجسس على مدينة سكنية؟ وليش إيران تزرع جاسوس في مطعم مندي؟ أن إيران جندت هذا الجاسوس في مطعم في قرب مدينة عسكرية لأسباب كثيرة. أول سبب أن الذين يرتادون هذا المطعم من الضباط ومن ضباط الصف والجنود، فبالتالي هذا الرجل يعرف من خلال لباس العسكريين السعوديين في الحرس الوطني، إن كان يلبس مثلا بدلة تمويه، يلبس عدة الحرب كاملة، فمعناته هذا الضابط في حالة تأهب. فقط إيران تريد تعرف هل الحرس الوطني السعودي في حالة تأهب أم لا، فقط هذا الذي يعنيها. ولماذا هو في حالة تأهب؟ إذا والله أتى في لباس المكتبي العادي، تعرف أن الحرس الوطني السعودي أو القوات السعودية العسكرية ليست في حالة تأهب. إذن إيران ستوعز إلى خلايا أن يعملوا بحرية، ترى درجة التأهب في القوات السعودية منخفضة. هذا من مطعم. الأخطر من هذا أن هذا العميل سينقل للاستخبارات الإيرانية النمط الغذائي والاستهلاكي والقدرة المالية للضباط وضباط الصف والجنود. مثلا يأتي ضابط في بداية الشهر فتجد يأخذ كميات غذاء كبيرة، ثم يبدأ ينخفض هذه الكميات إلى آخر الشهر، فمعناته يعرف أن هذا الضابط غير مستقر ماليا، هذا يعتمد فقط على الراتب. يأتي جندي في آخر الشهر يأخذ الطعام مثلا بالدين أو بالآجل، فيعرف أن هذا الجندي في مأزق أو في ضائقة مالية، فربما يسرب اسم هذا الجندي للاستخبارات الإيرانية أن هذا الجندي محتاج، اعملوا عليه. وما اصطادوا كثير من هؤلاء الأفراد إلا عن طريق المعلومات الشخصية، طريق المعلومات الشخصية البسيطة التي لا ندرك بعضنا، وإلا بعضنا لديه الحس الأمني بحمد الله عالي، بعضنا لا يدرك أن فضفضتك لصاحب مطعم، لصاحب مقهى، لسائق تاكسي أجرة قد تهدد الأمن الوطني لبلدك، وقد يكلفها مليارات الريالات. البعض لا يرى لهذه الأمور حساسية أو يرى أنها بسيطة.